فاكر أول مرة قررت تكسب بيها من الإنترنت؟ فاكر ولا إيه؟ طب فاكر لما فتحت على يوتيوب ولقيت مليون فيديو، واحد بيقولك عن الفريلانسنج، واحد تاني بيقولك اعمل قناة يوتيوب، والتالت بيقولك بيع كورسات ب300 دولار. بس السؤال الحقيقي هو ايه الطريقة اللي فعلا تنفع معاك انت ومش مع غيرك؟ ركز معايا، مش مع غيرك. النهاردة هفكلك اللخبطة دي، وهقولك ازاي تختار الطريقة اللي تناسبك انت بس، علشان تبدأ صح وتكمل في مشروعك بإذن الله. طيب ايه رأيك لو نبدأ بأول حاجة، وهي اعرف نفسك الأول؟ قال لا، ما انا عارف نفسي اهو. لا، مش زي كده. قبل ما تدخل عالم الربح من الإنترنت اسأل نفسك 3 أسئلة، اطرح على نفسك 3 أسئلة. أول سؤال: هل عندك وقت ولا وقتك محدود؟ يعني لو فاضي وتقدر تستثمر وقتك، يبقى أنت ممكن تبدأ قناة على يوتيوب وتبدأ بمحتوى وتتعلم مهارة جديدة وكله زي الفل. وتاني حاجة: عندك مهارة ولا لسه بتدور؟ لو عندك مهارة زي التصميم أو الترجمة أو الكتابة أو الفريلانسنج وخمسات، هما الحل المثالي ليك. بتعرف، هما هيكونوا بوابتك. أما لو ما عندكش أي مهارات، ممكن تبدأ بالتسويق بالعمولة أو بتسويق المنتجات وغيره. وتالت حاجة: تحب تشتغل لوحدك ولا تحب التفاعلات مع الناس؟ يعني تحب انت كشخص تكون فرداني مع شاشتك وموبايلك، او تحب تكون معاك مجموعة ناس ماسكة الكومنتات، ناس ماسكة النشر، ناس ماسكة الاسكريبتات التعليقات، يعني تكونوا فريق، حاجات زي كده. بتحب تعمل ايه؟ بتحب تكون شخص واحد لوحدك ولا بتحب تكونوا فريق مجتمع، زي فريق رمز الفكرة؟ في فريق بيرد على الكومنتات، في فريق بيرد على الرسائل على الواتساب، في ناس بيستخرجوا السكريبتات واحنا بنشتريها منهم، في ناس يعني ان هي في مجموعة يعني بمعنى اصح، وبيقبضوا رواتبهم شهريا وكأنهم شغالين في شركة، بس هم شغالين معانا في منصة رمز الفكرة. بس زي كده ناس بترفع الفيديوهات، يعني إدارة القناة بشكل عام، حاجات زي كده. فدي الحاجة الممتازة ليك. حاول على قد ما تقدر اشتغل مع ناس، أنا بقولك، علشان لما يحصل عندك خلل، يحصل يعني خلل والكل يمسكه، متبقاش انت لوحدك، وتقدر ترد وتعمل وتسوي لحالك، وتبقى شخص مرتاح، يعني ماسك الكومنتات او ماسك استخراج الاسكريبتات او ماسك مثلا الرد على الاسئلة، بس كده. بس يعني حاجة تكون مرتاحة لك انت شخصيا. طيب احنا كده اتعرفنا على اول جزء من رحلتنا. ايه هو الجزء التاني؟ الجزء التاني انك تختار الطريق البناء لشخصيتك. هديك امثله حقيقيه. يعني لو بتحب تتكلم وتشرح حاجات في اليوتيوب وبدوكسات او حتى تيك توك، شرح مراجعات او تجارب او تقنيات او معلومات، اي حاجه انت بتحب تشرحها. شرح الطبخ ممكن في محدش بيعرف، يا ريت تقولوا لي بس الناس بتوع الطبخ وحاجات زي كده. تاني حاجة: لو بتحب التصميم أو الرسم، ممكن تشتغل فريلانسنج، خمسات، فايبر، أو تبيع تصاميم على مواقع. وتالت حاجة: لو بتحب تكتب، اشتغل كتابة مقالات أو تبدأ مدونات، أو حتى تشتغل على كتابة نصوص اسكريبتات زي اللي عندنا. صديقي العزيز، حاب أقولك إنه في مواقع بتشتري سكريبتات لفيديوهات. انا بتواصل معاك بقولك عايز سكريبت والمحتوى بتاعي عن تطوير الذات، انت تعمل لي سكريبت محمس لتطوير الذات. انت بقى تقول في السكريبت في الدقيقة الاولى تضيف مش عارف ايه، في الدقيقة التانية تبدأ تضيف الشخصيات، بعدين التالتة تبدأ تضيف اغنية وامنيات وشخصيات وحاجات زي كده. فهي دي كتابة السكريبتات، كتابة وليس تصميم. انت هتكتب بس مش هتصمم. يعني انت هتقول تبدأ من 0.0، من لغاية من 0 مثلا ونص، دي المقدمة مثلا زي كده. بس يعني مش هتطول ولا هتاخد منك وقت. وشات جي بي تي طبعا بقى ممتاز جدا جدا جدا، يعني ممكن انت وشات جي بي تي تكونوا فريق عمل واحد، بس كده. ولو بتحب التسويق والحركات والحاجات الحلوة، ممكن يكون مناسب ليك تسويق المنتجات وتحصل على عمولتك. طيب هو ايه يعني؟ في شركة بتكون هناك وفي شركة بتكون هنا. مثلا انا شركة رمز الفكرة او منصة رمز الفكرة، ويعتبر بشركة رمز الفكرة. وفي هنا شركة مستر بيست، في النص في عميل، العميل ده بتاع مستر بيست وبتاعي. الشوكولاتة بتاعت مستر بيست أنا عايز أشتريها منه، شركة رمز الفكرة عايز تشتري شوكولاتة مستر بيست. أنت قاعد بالنص، هتعمل إيه؟ أنت هتكلم مستر بيست
وانا هحاسبك على الشوكولاتة ديت اللي انا عايز اجيبها منه، ومستر بيست هتدي فلوس وانت هتاخد عمولتك. مستر بيست هيديك الشوكولاتة او هيبعتها عليا تلقائي، وانا احاسبك وانت تحاسب مستر بيست وانت تغليها عليا علشان تحصل على عمولتك وتدي السعر لمستر بيست. فهمت حاجة؟ يا ريت لو ما فهمتش عيد الفيديو او اعمل اي حاجة، ارجوك تكون فهمتني. احنا كده نكون خلصنا الجزء الاول والجزء التاني، ونبدأ بقى بالجزء التالت، خطوات عملية تبدأ بها النهاردة. هطرح عليك 4 خطوات ويا رب خطوة تعجبك منهم. اول خطوة، حدد نقاطك. حدد نقاطك او اهتماماتك. يعني مثلا في ناس بيقولك نقاط قواك وضعفك، بس انا بقولك نقاط قواك واهتماماتك. فنصيحة مني، ابدأ دلوقتي وهتلاقي فرق كبير جدا. وتاني حاجة، شوف منصتين أو 3 اللي يناسبوا أسلوبك وكل حاجة عندك. وتالت حاجة، اتعلم من الفيديوهات والكورسات المجانية. مفيش حاجة اسمها أبدأ وما مش هينفع أو أي حاجة، لا، اركن ده كله على جنب. ورابع حاجة، ابدأ صغير. المهم انك تبدأ حتى لو من لا شيء، المهم انك تبدأ لو من جهازك وبس، وان شاء الله هتبقى شركة واكبر حاجة بإذن الله. طيب وبعد ده كله نعمل ايه؟ مفيش حاجة اسمها طريقة واحدة للربح من الانترنت. السر انك تختار الطريقة اللي تشبهك او الطريق اللي يشبهك واللي تقدر تستمر بيه. ابدأ خطوة بخطوة وحتى لو صغيرة، بس خليك ماشي وما توقفش. الطريق لسه مكمل، اوعى تفكر في يوم وتقول الطريق مش عارف ايه او في كلاكيع. لا، لو عايزين اي حاجة عن يوتيوب او اي حاجة بالظبط حابين تعرفوا عليها، اكتبوا لي في الكومنتات. وان شاء الله خير، وان شاء الله هتنجحوا وكل حاجة انتوا عايزينها هتتحقق. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناة رمز الفكرة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم واتمنى لكم رحلة سعيدة في الربح من الانترنت.